كانت قصة حب كبيرة يعني اكتئاب. اللي هو قصة الحب اللي انا كنت لسه بكلمك فيها دي، كان هو الموضوع. كان موضوع كبير قوي عندي. طب بصي بقى، انت سبتي فضولي يعني لما كان عندك كام سنة، ويعني ايه سبب الانفصال؟ كان عندي 23 سنة، بس كانت قصة حب كبيرة يعني. كانت قصة حب 4 سنين، ممكن تكون عشان أول قصة حب كمان، فالموضوع بالنسبة لي كان. طب ليه سبتوا بعض؟ معرفش هو اللي سابني. ليه ما عندوش نظر؟ معرفش بقى، ما هو بيرجعوا ندمانين في الآخر. بس معرفش والله يعني، هو مش عارف ما اتفقناش ولا ايه، بس هو اختفى مرة واحدة. فدي كانت بالنسبة لي أول صدمة، فاتخضيت قوي. ما كنتيش لسه اشتغلتي خالص؟ كنت اشتغلت. بس في البداية مثلا؟ كنت في البداية. هو من الوسط ولا بره الوسط؟ لا، من بره. عمري ما عرفت حد من الوسط. يمكن خايف مثلا من فكرة الشهرة، الست اللي معاها تكون مشهورة. في ناس توكسيك اصلا، يعني مثلا مجرد تبقي ناجحة او متشايفة او منورة فيبقى هو ممكن ممكن شغلي يكون خضه، انا ما اعرفش يعني، بقول لك ممكن يعني. لانه فجأة سابك؟ هو فجأة اختفى، بس رجع بعد كده قال ان كان عنده مشاكل في البيت، وقال كلام كده ما ركزتش فيه من كتر ما هو تافه. بس سبحان الله يعني، لما جالي بعد كده ولا كأنه كان في حياتي اصلا، بس جه بعديها بسنة مثلا. فكانت قصة يعني مزعجة قوي. حقك منه؟ عمري في حياتي ما خدت حق، ما باخدش حق. ما بيحاولش يكلمك مثلا من كل فترة للتانية؟ بس ما مش عارف يوصل لي يعني، مش من قريب، من بعيد قوي، بس حاول كتير بعد الموضوع ده، بس خلاص بقى الموضوع مات اصلا، ما بقيتش افتكره حتى، مش فاكراه. بس قصة حب توديك لدكتور نفساني دي معناها ان انت كنت بتحبيه قوي. 23 سنة مش بيبي يعني، يعني واعية وكبيرة وفاهمة. انا كنت بحبه من وانا عندي 19 سنة. فزي ما بقول لك، احنا في البيت كمان كان مقفول علينا قوي، فما كانش، ما حبيناش بقى في ثانوي، ما حبيناش ما حبيتش وانا الموضوع صغيرة. ما طورش الخطوبة ارتباط؟ لا كنت لسه صغيرة. فكانت دي أول قصة حب، وعارفة انت أول جرح وأول ضحكة، هو كان أول كل مش بيجي 23 سنة خالص، ده بيجي 16 و17 الحاجات دي. ما كان في حاجة كده في ثانوي بس ما بتتحسبش يعني، هو ده اللي هو بالظبط.